كواكي، الناس بتتكلم كتير عن ليلة القدر. بيقولوا إن ليلة واحدة ممكن تغير ميزان حسناتك. بس إزاي ليلة واحدة تبقى كأنها عمر كامل؟ لأن ربنا قال في القرآن الكريم ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر؟ يعني تقريبا أكتر من 84 سنة عبادة. تخيل عمل صغير تعمله في الليلة دي كأنه عبادة عمر كامل. بس المشكلة إحنا ما نعرفش إمتى ليلة القدر. وده السر. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجتهد في العشر الأواخر كلها، مش ليلة واحدة لكن العشر ليالي كلها. تعال نفكر في حاجات بسيطة نقدر نعملها كل ليلة. لو كانت ليلة القدر يبقى الثواب كبير جدا. ممكن نتصدق كل يوم بجنيه واحد. ولو كانت ليلة القدر يبقى كأنك تصدقت لمدة 84 سنة. كمان ممكن نصلي كل ليلة ركعتين قيام ليل، وندعي بكل حاجة بنتمناها، وندعي لكل اللي بنحبهم. ولو كانت ليلة القدر كأنك صليت قيام ليل لمدة 84 سنة، وربنا يستجيب دعائك إن شاء الله. فكرة كمان وهي إننا نقرأ سورة الإخلاص 3 مرات قبل النوم. حلوة كمان الفكرة دي يا آسف. سورة الإخلاص بتساوي قراءة ثلث القرآن، يبقى كأنك قرأت القرآن كامل لمدة 84 سنة. ممكن كمان كل ليلة نقول الدعاء اللي علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وأنا عندي فكرة قبل النوم، ادعي لوالديك وادخل عليهم بابتسامة، ونتعود نعمل كده دايما معاهم، لأن بر الوالدين من أعظم الطاعات. بس ممكن نعمل كل ده ليلة أو ليلتين وخلاص. لو عملناه ليلة واحدة ممكن نضيع ليلة القدر، لكن لو عملناه ال10 ليالي كلها يبقى بإذن الله ضمنها، لأن محدش يعرف هي أي ليلة. يعني ليلة واحدة منهم ممكن تبقى ليلة القدر. لحد النهارده كل يوم من العشر الأواخر صدقة، ركعتين قيام، سورة الإخلاص 3 مرات، دعاء ليلة القدر، وبر الوالدين. اطبع الجدول، علم كل يوم وابعته لأصحابك علشان أجرك يتضاعف.